السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم كما كتشوفوا عندي هنايا الحوت. سمحوا لي على الازعاج بعدا ديال الطيور، راه ما لقيتش فين نحطهم. عندي في الكوزينه كيف ما كتشوفوا. اليوم عندي واحد الاكله ديال الحوت. عندي هنايا الكروفيت وعندي هنايا الكالامار اللي انا مرقداه في الحليب. هانتوما الا كان واضح في الكاميرا رقدته في الحليب لان الحليب عنده واحد الدور مهم، كيخليه يجينا فتي، ما كيجيناش قاصح في العضه. وعندي هنايا الحوت ديال اللويزي. الحوت ديال اللويزي الصراحه انا من العشاق ديالو، عزيز عليا. اول حاجه غادي نبداو بها وهي مطيشه، هي لاصوص ديال الكروفيت اللي غادي نرافق بها هاد الكروفيت. انا عندي هنايا جوج حبات ديال المطيشه، حكيتهم مزيان وغادي نزيد عليهم هاد العطيريه هادي اللي عندي هنايا تقريبا معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء ومعلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ما كاملاش ديال الملحه على حسب الذوق، وراس ديال المعلقه ديال الابزار. وعندي هنايا جوج فصاصات ديال الثومه اللي محكوكين. غادي نضيف الكل هكا على هاد المطيشه، وغادي نزيد السودانيه كتبقى اختياريه على حسب زعما الواحد والانسان واش كياكلها او لا. انا بعدا كتعجبني حتى هي. غادي نضيف شويه. وعندي هنايا زيت الزيتون اللي غادي نضيفو تقريبا واحد 3 المعالق هكذا وصافي. وغادي نديروها على نار مهيله حتى كتقلى لينا هاد المطيشه مزيان. وعاد كنضيفوا عليها الكروفيت. يلا ندوزو باش نوريكم التقليه ديال المطيشه. هانتوما البنات، انا هنايا شعلت على البوطه ودرت هكا هاد الصوص ديال المطيشه هنايا تقلى لي. وفي هاد الوقيته هادي اللي غتكون كتقلى فيها مطيشه انا غادي ندوز باش نصوب معكم الطريقه ديال اللويزي، ديال الحوت اللويزي، وتشوفوا معايا الطريقه ديال الكالامار باش نديروا داكشي هكا ياكل شي في دقه. هانتوما البنات عرفتوا انا اللويزي غادي ندير له غير الملحه والابزار، غادي نخليه في المذاق الاصلي ديالو، ما غاديش زعما ندير له شرموله والقزبور والعطريه وداكشي. وغادي ندير له مليحه هنايا. ممكن انكم تضيفوا له الحامض، انا ما غاديش ندير له لا حامض لا خل. ممكن انكم تضيفوا كذلك الخل. انا هنا غادي نخليه كما قلت لكم بالمذاق ديالو، مذاقه الاصلي. صافي غنخلطو مزيان هكا حتى يشرب ليا داك المليحه والابزار. وراه كيجي غزال الصراحه، والله حتى كيجي غزال. هانتوما الطريقه سهله وبسيطه. وبالنسبه كذلك للكالامار حتى هو غندير له نفس التوابل. يلا شويه د الابزار وشويه د مليحه صافي. خلاص هنايا عندي الكروفيت. من بعد ما طيب لاصوص غادي نضيف الكروفيت على لاصوص ديال المطيشه اللي درنا. وهنايا هادشي هذا اللي كيبان لكم هنايا بيض زعما بحال الدقيق، هذه راها النشا المايزينا. انا هاد المايزينا بها باش غادي نقلي الكالامار. اما بالنسبه للحوت اللويزي غادي ندير له الدقيق. بسم الله البنات نبداو. هنايا بالنسبه للقليل ديال الكالامار خديت له انا الكوكوط حيتاش كيجي فيها القليل زوين. كنضيف هكا فيها الزيت وغنخليه على ما يسخن مزيان، وغادي نبدا كنقلي معكم الكالامار. وهنايا غادي ناخذ واحد 2 وريقات ديال سيدنا موسى اللي غادي ينسموا لنا هاد صوص الطوماط. هادي كيجيو الصراحه بنانين بزاف. وبالنسبه لواحد الاضافه اللي انا ما ضفتهاش هنايا لان ما عنديش متوفره في الدار،
هي الطماطم المركزه كتجي غزاله، كتختر هاد لاصوص وكتجي زوينه. انا ما عنديش صراحه ما درتهاش، ولكن نتوما يمكن لكم تضيفوها. هانتوما البنات نبداو ان شاء الله من بعد ما سخنت لي الزيت. انا غادي نبدا هكذا كنفند في الكالامار حبه بحبه ونطلق هكذايا في الزيت. وبهكا كنكونوا وجدنا واحد الوجبه اللي هي سريعه. هانتوما البنات الكالامار ديالنا هو واجد، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. وهنايا خديت واحد المقيله درت فيها الزيت على ما يسخن هاد الزيت اللي عندي هنايا، وغادي نبدا كنقلي في الحوت ديالي اللويزي. هيا البنات الصوص ديال الطوماطه هي واجده، غادي نضيفوا لها الكروفيت وغنزيد عليه واحد القبيصه ديال المعدنوس، وما غيتعداش واحد 10 ديال الدقائق وغيكون واجد. جربوا هاد الطريقه البنات، راها كتجي غزاله والله ما تشبعوش منها. هنا الزيت عندي ها هو سخن، وغنبدا كنقلي في اللويزي. اللويزي راه ما كياخذش الطياب بزاف، راه دغيا تبارك الله كيوجد. ما تخليوهش يتحمر اولا يتقرمل، خليوه في اللوين ديالو يكون يلاه يبدا كيتذهب وتحيدوه باش ما كيمشيش منه داك الجهد كامل اللي فيه، وداك الحمه ديالو كتقطع كتيبس كتجي يابسه. انا كنحاول نزرب باش هادو اللي درت في الاول يجيو نفس الطياب هما وهادو اللي كندير من بعد منهم. والكميه عندي تبارك الله ماشي كثيره، دغيا غيجي كلشي. هانتوما البنات انا راني صافي هنايا تقريبا ساليت الكروفيت ديالنا هو واجد. انا طفيت عليه البوطه، بقى لي هنايا شويه ديال اللويزي هو كيطيب، ونخليكم مع التقديم ان شاء الله. هانتوما البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا د اليوم، وهذا هو الطويجين د الكروفيت. اللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من الضغط على زر الاشتراك، ويخلي لي شي تعليق زوين بحالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.